الاسبوع اللي جاي وتحديدا يوم الثلاث يوم 9 سبتمبر ده ميعاد مؤتمر ابل السنوي واللي هتعلن فيه عن منتجاتها الجديده لسنه 2025. وطبعا من اهم المنتجات دي هو الايفون 17. وطبعا زي كل سنه بتبقى فيه تسريبات واشاعات قبل ميعاد اصدار التليفون بفتره، ودي تقريبا بتعرفنا ايه هو المتوقع في التليفون للسنه الجديده. تعالوا كده ندردش مع بعض ونتكلم على اهم الحاجات المتوقعه في التليفون الجديد. حاليا اغلب التليفونات ما بقتش بتفرق كتير في التصميم سنه عن سنه، وده واضح جدا في التسريبات اللي طلعت للايفون 17 العادي. اما البرو فده احنا لسه جايين له في السكه. المتوقع السنه دي ان الايفون 17 العادي هيكون بنفس شكل الايفون 16، مش هيكون فيه تغييرات جذريه في شكل التليفون الخارجي، لكن التغييرات كلها هتكون في المكونات الداخليه للتليفون. لو هنتكلم على المعالج في الايفون 17 ففي اقاويل متضاربه شويه. في ناس بتقول ان هو هينزل بالمعالج الجديد للسنه الجديده اللي هو الاي 19 شيب، وفي ناس ثانيه بتقول ان هو هينزل بالمعالج السنه اللي فاتت الاي 18 برو اللي كان موجود في ال 16 برو وال 16 برو ماكس، بس ده طبعا مش هنعرفه غير في ميعاد المؤتمر نفسه. بس الحاجات اللي احنا متاكدين منها في التسريبات كلها وكله متفق عليها ان الكاميرا الاماميه للتليفون هتتغير من 12 ميجا بكسل ودلوقتي هتبقى 24 ميجا بكسل. لكن السنه دي اهم تغيير هيكون في الايفون 17 هيكون في شاشه التليفون، لان اخيرا ابل قررت تغير معدل تحديث الشاشه من 60 فريم في الثانيه ل 120 فريم في الثانيه، وده تغيير كبير. هو كان المفروض يحصل من زمان ان الايفون تليفون غالي مش رخيص، لكن خلاص ابل السنه دي قررت انها تغير ده وتخلي الايفون 17 بمعدل تحديث 120 فريم في الثانيه. هو هتكون لوكت او فيكست، يعني مش متغيره زي الايفون 17 برو او البرو ماكس، ان دول دايما بتبقى الشاشه بتاعتهم المعدل التحديث بتاعها متغير من فريم في الثانيه ل 120 فريم في الثانيه. لكن الايفون 17 العادي هيكون معدل التحديث بتاعها ثابت 120 فريم في الثانيه. طيب تعالوا نتكلم بقى على الايفون 17 برو واخوه الكبير البرو ماكس. وغالبا السنه دي هيكون في تغيير كبير في الايفون 17 برو، بدايه من الماده اللي مصنوع منها الفريم بتاع التليفون، وظهر التليفون هيكون فيه تغيير جذري، واحتمال يكون فيه تغيير بسيط في الشاشه الاماميه للتليفون. السنه دي كل التسريبات بتقول ان الايفون 17 برو والبرو ماكس هيكونوا مصنوعين من ماده الالومنيوم، وصراحه الموضوع ده غريب جدا، لان ابل من سنه 2023 بدايه من الايفون 15 برو وال 16 برو وهي بتستخدم ماده التيتانيوم، واللي دايما كانت بتسوق لها على انها ماده وزنها خفيف جدا وديورابل وقويه وبتستحمل الصدمات والخبطات احسن من الستانلس ستيل اللي كانت بتستخدمه على الايفون 10 بدايه من 2017 لحد الايفون 14 برو والبرو ماكس. بس الغريب انها ترجع تستخدم ماده الالومنيوم اللي كانت اخر مره استخدمتها على فلاج شيب فون او تليفون من تليفوناتها الغاليه كان في سنه 2017 مع الايفون 8، والفتره اللي فاتت دي كلها ما كانتش بتستخدمها غير على التليفونات الرخيصه البادجت فونز، سواء الايفون الاس اي او ال 16 اي اللي كان لسه نازل من فتره. وفي ناس بتقول ان يمكن ده عشان الالومنيوم بيوزع الحراره احسن، او ممكن عشان تغيير في المكونات الداخليه للتليفون وتوزيعها، فالالومنيوم لما تعمل الفريم بتاع التليفون بالالومنيوم هيكون احسن. كلها اقاويل ومحدش يعرف السبب الحقيقي غير لما ابل تعلن عنه في المؤتمر الرسمي. لكن لو جينا اتكلمنا على شكل الايفون 17 برو والبرو ماكس هنلاقي ان اكبر تغيير في شكلهم هيكون موجود في ظهر التليفون، وتحديدا في الجزء الخاص بالكاميرا. من سنه 2019 من ايام الايفون 11 برو والبرو ماكس وابل بتستخدم شكل محدد للكاميرا سيستم بتاعها، وهو عباره عن الهاوزنج المربع ده اللي فيه الثلاث كاميرات بتوعها وفيه اللايدر سنسور والفلاش لايت. لكن مع ال 17 برو والبرو ماكس هيبقى المربع ده مش موجود، هيبقى مستطيل بعرض التليفون، واللايدر سنسور والفلاش لايت هيكونوا موجودين في اخر التليفون. وفي ناس كتير بتقول ان سبب التغيير ده هو ان ابل بتوسع مكان في الجزء الخاص بالكاميرا عشان تعمل ابجريد في الكاميرا سيستم بتاعها، وده اللي هنتكلم عليه بعد ما ننتهي من الكلام عن التصميم لظهر التليفون. غير شكل الكاميرا سيستم الجديد اللي في ظهر التليفون، هيكون ظهر التليفون السنه دي حاجه اسمها تو تون مصنوع من ماده الالومنيوم والجلاس او الزجاج، وده لان ابل السنه دي قررت انها تخلي التليفون بتاعها حاجه اسمها يوني بودي، وان التليفون يكون كله مصنوع من الالومنيوم حتى الجزء الخاص بتاع الكاميرا والفريم بتاع التليفون الومنيوم، عكس السنين اللي فاتت اللي الجزء بتاع الكاميرا كان بيبقى من الجلاس او الزجاج. لكن طبعا عشان الوايرلس شارجنج ما بيعديش من المعادن، فابل قررت انها تعمل كات اوت في الجزء الالومنيوم ده وتعمله من الجلاس او الزجاج عشان الوايرلس شارجنج. ويمكن ابل تستخدم الجزء الجلاس ده او الزجاج ده في الايفون 17 برو والبرو ماكس كدعايه للتليفون، وتقول ان الجزء ده هو عباره عن تشارجنج باد، لان كل التسريبات بتقول ان الايفون 17 برو والبرو ماكس هيكون فيهم ريفرس وايرلس شارجنج او شحن عكسي، يعني ممكن تشحن الايربودز بتاعتك او الساعه بتاعتك على ظهر التليفون. تعالوا بقى نتكلم على الكاميرا سيستم للايفون 17 برو والبرو ماكس. السنه دي الثلاث كاميرات هيكونوا 48 ميجا بكسل، عكس السنه اللي فاتت في ال 16 برو والبرو ماكس اللي كانت المين والالترا وايد 48 ميجا بكسل، لكن التليفوتو اللي هي مخصصه للزوم كانت 12 ميجا بكسل. لكن السنه دي الثلاث كاميرات هيكونوا 48 ميجا بكسل. وكمان يقال ان العدسه التليفوتو المخصصه للزوم الزوم بتاعها هيكون اكبر، نظرا ان يبقى فيه مساحه
داخليه للتليفون يقدروا يزودوا مكونات زياده، فدلوقتي الزوم ممكن يوصل من 5x ل 8x. اما لو جينا اتكلمنا على الكاميرا الاماميه للتليفون، فزي الايفون 17 العادي الكاميرا الاماميه هيحصل لها ابجريد من 12 ميجا بكسل ل 24 ميجا بكسل. بما اننا بنتكلم على الكاميرا الاماميه يبقى تعالوا نتكلم على الشاشه والجزء الامامي للتليفون. والسنه دي يقال ان هيبقى فيه كوتنج على شاشه التليفون بتقلل انعكاسات الشمس وبتخلي الرؤيه احسن في ضوء النهار وانت بتستخدم التليفون او الدورز. والكوتنج ده كنا احنا شفناه قبل كده في تليفونات سامسونج. ويمكن الحاجة التانية اللي الناس بتتكلم عليها كتغيير او حاجة ممكن تحصل في الايفون 17 برو والبرو ماكس بس لسه ما حدش متأكد منها، هو الكات اوت او الجزء اللي هو فيه الفيس اي دي والكاميرا. ويقال ان السنة دي هيبقى يكون حجمه اصغر عن السنة اللي فاتت، زي ما حصل من الايفون 12 للايفون 13 لما ابل قللت حجم النوتش وصغرتها شوية. يقال ان الكات اوت دي هيكون حجمها اصغر، بس الصراحة ما حدش متأكد من التسريبات دي. وطبعا الايفون 17 برو والبرو ماكس هيكونوا نازلين بالمعالج الجديد ال A19 برو اللي طبعا هتكون كفاءته اعلى واسرع. وكمان ابل قررت انها تزود الرامات التليفون من 8 جيجا بايت ل 12 جيجا بايت، وتقريبا الزياده دي عشان طبعا الفتره اللي احنا فيها مع الاي اي والذكاء الاصطناعي بيحتاج بروسيسنج باور كتير ورامات اكتر، فعشان كده ابل زودت رامات التليفون ل 12 جيجا بايت. الايفون 17 برو وبرو ماكس هيكون فيهم حاجه اسمها فيبر تشامبر، ودي بتساعد على تبريد التليفون وتحسين كفاءه العمليات اللي عليه، لان الايفون معروف لما بيسخن الكفاءه بتاعته بتقل وبتحس ان التليفون بقى لاجي شويه. يعني ممكن تلاقي ان سرعه معدل تحديث الشاشه بيقل وكفاءته بتقل، لكن مع الفيبر تشامبر دي هتساعد من توزيع الحراره وهتحسن من العمليات اللي بتتم عليه. ولو اتكلمنا على ال 17 برو ماكس فالسنه دي المفروض البطاريه بتاعته هتوصل ل 5000 ملي امبير. طيب هل انا كده خلصت كلامي على الايفون 17؟ الصراحه لا، لان ابل هتنزل تليفون جديد السنه دي كمان مع الايفون 17 العادي وال17 برو، وهو الايفون 17 اير. الايفون 17 اير ده هيكون ارفع تليفون ابل عملته في تاريخها، ارفع من الايفون 6 اللي كان السمك بتاعه 6.9 ملم. التليفون ده هيكون 5.5 ملم، وده طبعا رقم خرافي، بس عشان توصل للرقم ده اكيد هتضحي بحاجات كتير وده اللي هنتكلم عنه دلوقتي. الايفون 17 اير الشاشه بتاعته حوالي 6.6 انش، والشاشه دي بتدعم معدل تحديث 120 فريم في الثانيه. والتليفون ده هيكون فيه كاميرتين بس، الكاميرا الاماميه اللي هتكون 24 ميجا بكسل والكاميرا الخلفيه اللي هتكون 48 ميجا بكسل. انك توصل لسمك 5.5 انش في التليفون دي حاجه كبيره جدا، بس عشان توصل لها اكيد ضحيت بحاجات كبير، وده واضح جدا من ان التليفون ده ما فيهوش غير كاميرا واحده خلفيه. وكمان التسريبات بتقول ان سعه البطاريه للتليفون ده قليله، وعشان كده ابل اتعمل كيس باور بانك للتليفون ده. ابل بتراهن على ايفون 17 سواء البرو او الاير او العادي، لان ابل بقى لها فتره من ساعه ما اعلنت على اي او اس 18 وعن الذكاء الاصطناعي وابل انتليجنس وهي في مصيبه، لانها ما قدمتش او ما عرفتش توفي بوعودها في موضوع الذكاء الاصطناعي، والصراحه هي متاخره جدا في المنافسه مع جوجل واوبن اي اي وشات جي بي تي. وعشان كده السنه دي لازم اللاين اب بتاع التليفونات او الهاردوير يكون كويس، لان المفروض ان الاي او اس 26 في التحديثات اللي جايه قدام السنه اللي جايه هيكون في حاجات الاي اي، والمفروض ان ده هيرجعها تاني في الصوره، لكن لو مفيش هاردوير قوي هتبقى باين ان هي صورتها وحشه جدا قدام الناس. ودي كل المعلومات او الاشاعات والتسريبات اللي احنا نعرفها عن الايفون 17، واللي اكيد هنتاكد منها يوم الثلاث الجاي في مؤتمر ابل. ويا رب اكون قدرت افيدكم بالمعلومات دي، واشوفكم في حلقه جايه. سلام.